إذا بالنسبة للتفتيح البنات تاع الشعر، إذا لهنا بما أني أنا نحتاج فقط يعني درجة سحب برتقالي، إذا ما نحتاج يعني نقدر نستغنى على البلوندور. إذا نقدروا نخدموا التفتيح تاعنا برقم 24. هاي البنات 24 اللي لهنا في لوغيات، اللي هاي أشقر شمالي. دوك الأشقر الشمالي كاين في أندريا، في صبغة أندريا اللي هو البي ان. دونك ونقدروا كذلك نخدموا بلون يكون مثلا رقم 10 اللي هو البلاتين، يعني أي صبغة فاتحة نضيف لها، ولا مثلا كذلك 100 في أندريا. دونك نضيف لها البنات ملعقة تاع بلوندور، نخلطها مليح، ومن بعد نضيف لوكسيدون 30 فوليوم. اللي هنا لازمنا 30 فوليوم. دونك ونبداو التفتيح تاعنا. نبداو نبعدو 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر على لاغاسين تاع الشعره، ومن بعد ندير التفتيح تاعي الاول. دونك نبدا نحط الصبغه تاعي، نبعد قلنا 2 سنتيمتر. بعد البنات 30 دقيقة ولا ندير لاغاسين، لأنه لهنا التفتيح يعني نقدروا نفتحوه 35 دقيقة، نقدروا نروحوا 40 حتى 45 دقيقة حتى 50 دقيقة. اول لون راح نطبقوه دونك هو 866 اللي هو البنات الاشقر الفاتح الاحمر المكثف من صبغه مورفوز. اذا راح نخلطوها البنات مع لوكسيدون 20 فوليوم، اذا تقريبا بنسب متساويه راح نطبقوا كما راكم تشوفوا. اذا الخصره البنات لازم تكون برتقاليه، دونك برتقاليه. نقدروا نديروه على الاصفر البرتقالي ونقدروا نديروه على الاحمر البرتقالي، ولكن البرتقالي هو يعني الدرجه الانسب يعني للون. اذا بهذه الطريقه دونك نوزعوا لا كولور تاعنا بطريقه مليحه. دونك لهنا راعيوا دائما انكم تقيسوا الشعر مليح، لانه على بالكم في الصبغه البنات كون تنسي شعره برك ما ديريهاش راح تبان لك على بعد 20 كيلومتر، ماشي 20 كيلومتر، لهنا راني نكزاجيري شويه. اذا شوفوا معايا، اذا راح نطبقوا كما راكم تشوفوا. دونك ندلكم مليح الصبغه بين صباعتينا. دونك نستناو البنات ان طون دو بوز اللي يكون البنات بين 30 الى 25 دقيقه. لهنا اللون الثاني اللي هو دائما من صبغه مورفوز اللي هو 622 اللي هو البنات بنفسجي مكثف ولا كثيف. اذا نفس الدرجه اللي هي دائما البرتقالي. دونك لهنا كاينه ملاحظه نقولها لكم بالنسبه للون هذا البنفسجي. اللون النتيجه تكون حسب درجه التفتيح. اذا حبيتوا نتيا بنفسجي فاتح ما عليكي سوى انك تفتحي الى درجه 9. اذا نروحوا الخصله الثالثه راح نديروها بالاحمر المكثف اللي هو لو 866 اللي هي 8.66، ولكن مع اضافه القليل من الاخضر. لهنا ثاني عندنا خصله واحده اخرى اللي راح نطبقوها، اللي هي تكون البنات عباره عن 866، ولكن لهنا واش راح نضيفوا البنات؟ راح نضيف القليل من الاسود. ملاحظه فقط اتونسيون تحطوا بزاف الاسود لانه راح يولي اللون تاعكم فونسي. دونك لهنا انا حطيت، نقدروا تحطوا البنات بكميه 1 سنتيمتر يعني كافيه. دونك انا لهنا درت شويه زايد هكذا. دونك بصح دوك تشوفوا اللون، يعني اللون يخرج حقيقه رائع، اروع ما يكون. دائما نخلطوا البنات ب 20 فوليوم لوكسيدون بنسب متساويه. اذا كي نحطوا البنات هذيك النقطه هذيك تاع الاسود ولا الكميه تاع الصبغه السوداء مع اللون، نخلطوهم مليح قبل ما نزيدوا لوكسيدون. اذا لهنا هذه الطريقه تاع المزج، يعني كي نديروا زوج الوان دائما نخلطوا الالوان في بعضهم باش نضيفوا لوكسيدون في الاخر وليس العكس. اذا لهنا كما راكم تشوفوا دونك مزجنا مليح اللون وحطينا على الخصله تاعنا. نروحوا نطبقوا الخصله الثالثه اللي هي دائما نفس اللون البنات في مورفوز 866، ولكن ضفت معاه الاحمر الكرزي من صبغه اندريا دوتي. اذا دائما راح ندير انا لوكسيدون 20 فوليوم 20 فوليوم. اذا لانه انا راح نطبقها لهنا كصبغه وليس كباتين، اذا راح نديرها على شعر جاف وليس مش مشمخ مش مبلول. اذا
بعد ما يفض هذاك الوقت، يعني ينتهي هذاك الوقت البنات تاع الانتظار اللي نديروه على الخصله. دونك لهنا واش نروحو نديرو؟ دونك نزيد نعاود لكم دائما البنات المزج مهم جدا، خاصه كي نخلطوا لونين لازم يدخلوا الالوان في بعضهم مليح باش من بعد ما تجيناش خصله ملونه بلون وخصله واحده بلون واخر. لهنا لازم ندخلوا الالوان في بعضهم مليح. اذا اللون اللي راح نديروه الاخر هو البنات تشوفوا معايا لهنا بكميه متساويه تقريبا. درنا اللون اللي هو الاحمر الكرزي من اندريا، ودرنا البنات 752 اللي هو سيلاكاجو فيولي اللي هو رقم 16 في التلوين ولا الترقيم السابق لصبغه لغيات. اذا خلطنا اللونين مع بعضهم، ضفنا لهم نفس الشيء نفس الكميه تاع الاكسيدون، ولهنا راح نطبقوا الصبغه تاعنا وراح نشوفوا البنات النتيجه. يعني بعد ما يخرجوا الالوان راح نشوفوا النتيجه. اذا شوفوا معايا نروحوا الان الى كيفاش نغسلوا الشعر. دونك لهنا انا حنعت لكم فقط على غسله، ولهنا ثاني طبقنا اللون البنات اللي هو لو 16 اللي هو لاكاجو فيولي مع الاحمر الكرزي على شعر اللي تقريبا اللون الطبيعي تاعو شاتين كلير، ومن بعد نشوفوا النتيجه مع بعضنا. اذا نروحوا اول شيء رانا راح نشطفوا اللون او الصبغه بالماء جيدا. دونك من الاحسن ما نديروش الماء سخون ياسر. دونك بعد ما نكونوا شطفنا الشعر تاعنا او الصبغه تاعنا نروحوا لهنا نديروا البنات ان شامبوان بوست كولور، يعني اللي كنت حطيت لكم البنات اللي هو كاين واحد تاع لوريال اللي غالي شويه يدير جو بونس واحد 450، وكاين تاع مورفوز اللي يدير 160 اللي هو يقولوا له لو شامبوان بوست كولور ولا ان شامبوان فيكساتور. دونك هو اللي نديروه بعد ما نشطفوا مباشره. دونك هو واش يدير البنات؟ هو راح يفيكسي لنا لا كولور، يعطينا لا بريونس، والصبغه راح تحكم لنا مده اطول. اذا رايحين بهذه الطريقه. وبعد ذلك بعد ما نديروا الشامبوان نديروا لابري شامبوان، والان راح نشوفوا الالوان مع بعضنا. اذا راح نشوفوا الالوان شحال جميله وكيف تخدموها والنتيجه. اذا الان مباشره مع الالوان. اذا شوفوا معايا النتيجه. اذا هذه النتيجه الاولى اللي درنا الاحمر هذا اللي هو اشقر فاتح احمر مكثف. اذا استعملته وحده مع لوكسيدون 20 فوليوم. دونك هاي النتيجه. شوفوا معايا يعني صراحه هذا اللون يبان كيما راكم تشوفوا فيه في لا فيديو. دونك ما عطاناش اللون يعني بعيد تماما على اللون نتاع الكتالوج. اذا هذا هي لا كولور اللي عطاني. دونك سي ان روج فلاش. كاين الناس يعني هي الوان جريئه، كاين اللي يحب كيما هكذا. اذا هذا هو اللون. اذا راح نشوف دركا هذايا لو 8 هذايا 66 كي خدمناه مع لو روج سوريز اللي هو الاحمر الكرزي. اذا نشوفوا معايا لا كولور اللي عطاني تري بيل كولور، يعني لون جميل جدا. شوفوا معايا يشبه البنات لهنا، يشبه لهذا اللي هو لو 6 باردون لو 765 اللي هو اشقر احمر اكاجو. دونك ان بلون روج اكاجو. دونك هذا هو اللون اللي خرجنا به كي خدمت انا هذا 8.66 مع 6.66 من اندريا، من صبغه اندريا. دونك اللون خرج جميل جدا، يعني شوفوا معايا اللون جميل جدا. اذا قلت لكم كما تشوفوه في الكتالوج تاع مورفوز اللي هو رقم 765. اذا نروحوا للون الاخر. دونك عندي لهنا دونك عندي نفسه لو 866. دونك شوفوا معايا هذا زدنا معاه نوار. وين زدت نوار؟ شوفوا معايا وين نوار. دونك شوفوا معايا كيف خرج لنا اللون. اذا اللون جميل جدا. ربما البنات في لا فيديو مش راهو قاعد يبان مليح، ولكن اللون حقيقه روعه. شوفوا معايا اللون خرج لنا بين هذا 765 وبين 866، يعني اللون تقريبا افتح من هذا شويه واغمق من 866. دونك لون جميل جدا. اذا نروحوا دركا نروحوا دركا نشوفوا هذا. دونك عندنا 752 مع 6.66 اللي هو الاحمر الكرزي مع لو روج اكاجو. دونك شوفوا معايا واش عطانا. دونك هاو اللون البنات.
شوفوا معايا دونك لون جميل. شوفوا معايا كيف خرج لنا. دونك نروحوا نشوفوا اللون الاحمر الاخر. دونك اللي هو عندنا هذا، شوفوا معايا. دونك اللي هو هذا الرقم، هذا اللي هو 6.65 اللي هو اشقر داكن احمر اكاجو. دونك سي لو روج اكاجو تاع مورفوس. دونك هذا خدمته على سحب برتقالي بدون اي اضافات البنات، فقط مع لوكسيدون 20 فوليوم. هاو اللون. دونك واش عطانا النتيجه؟ دونك النتيجه كانت تقريبا هي 8.66. اذا هذا فيما يخص الالوان الحمراء هذه. نروحوا الان البنات دونك عندي هذا دائما لويت 66 اللي هو اشقر فاتح احمر مكثف. كي زدنا له البنات الاخضر، شوفوا اللون اللي عطاني. دونك عطاني لون بوربر. ها هي دونك ان تري بيل كولور. دونك ما تبانلناش مليح الاناره شويه ناقصه. دونك ان تري بيل كولور البنات. دونك نروحوا الان الى الباذنجاني او الفيولي. دونك اللي هو شوفوا معايا هذا عطانا فيولي البنات. دونك ها هو في اللون اللي هنا. دونك نقدم لكم شويه الكتالوج باش تشوفوا. دونك هذا اللون هذا. دونك ها هو لو 662. دونك خرج لنا نفسه. دونك نفس اللون. ها شوفوا معايا. دونك وكأنك مدايره. دونك 6.22 خدمناه مباشره مع لوكسيدون 20 فوليوم 20 فوليوم على سحب برتقالي. دونك خرجنا نفس اللون. دونك كي نخدموا البنات الالوان الحمراء هذه ولا الاكاجو على اللون اللي يكون طبيعي يعني فونسي، اللون مش راح يظهر ولكن يظهر فقط في الاناره. كي تعود كاينه الاضاءه هكذا يبان هكذا غفلي، ولكن لا كولور باش تكون هكذا يعني واضحه كيما هنايا لا. دونك اللي هنا تتطلب سحب برتقالي، اقل شيء برتقالي. دونك ما نحتاجوش اننا نسحبوا الشعر الى درجه افتح، فقط البرتقالي يكفي. اذا شوفوا معايا. دونك هذا كان شعر هذا كستنائي فاتح طبيعي. دونك درنا عليه لو 666. دونك لو 666 دونك عطاني البنات عطانا هذا اللون. دونك يبان ولكن غامق. شوفوا لهنا او خدمناه لهنا مع دونك مع لو 666. اتونديو اللون. اذا هو نفسه هذا. اذا شوفوا معايا لهنا كيفاه خرج لي، ولهنا على شعر هذا كيفاه خرج لي. اذا القاعده ولا لاباس تلعب دور كبير في الالوان. اذا هذو هما الالوان اللي خدمنا اليوم. اذا ان شاء الله ربي البنات راح يكون عندنا في فيديوهات اخرى الوان واحده اخرى، ودائما نقدر نحط لكم البنات لي ميلونج اللي خدمتهم واللي مجربين يعني تخدموا وانتم مطمئنات. اذا نخليكم حبيباتي في امان الله وحفظه. اذا ما تنساوش تدعموا شويه القناه. دونك وديروا لايك وتبارطاجيو شويه. والى اللقاء في الحلقه القادمه.